يقال: خذ حقك باكرا ولو كلفك ذلك المخاطرة بنفسك. مقولة لم تتماشى مع أفكاري بالماضي، فكانت النتيجة إلزامية الفوز في آخر فرصة تمنح. مباراة موريتانيا يعتبرها المدرب جمال وعناصره عتبة النهوض من جديد وفك عقدة الانتصارات في هذه المسابقة التي وصلت إلى 5 مقابلات بدون أي فوز، أي منذ التغلب على السنغال في نهائي 2019. موضع الخضر المعقد سيجعل محاربي الصحراء أمام حتمية تسجيل أكبر عدد من الأهداف لضمان الصعود دون كثرة حسابات ودون مراعاة نتيجة أنغولا وبوركينا فاسو. تشكيلة الخضر الأساسية ينتظر أن تبدأ مغايرة على سابقاتها، مردود محرز المتواضع وتوهج عمورة وآدم والناس وشايبي سيدفع بالماضي نحو تبني خيار الأفضلية للأكثر فاعلية، وإن حدث ودخل رياض أساسيا فسيكون أمام فرصة من ذهب لتقديم أداء يصالح به الجماهير. الجزائر ضد موريتانيا، مقابلة بعنوان تصحيح ما سبق، وفي تفاصيلها 90 دقيقة، قيمتها 3 نقاط.